السلام عليكم. احنا عندنا مشكلة صحية، الخطر قريب جدا، المجتمع كله فعلا في خطر، بس في ناس أبطال في الظل هم اللي هيقدروا ينقذوا العالم كله بالعلم. الفواكه اللي تاكلها في الصباح الباكر ستوجه ضربة قوية للكبد والبنكرياس، والفواكه اللي تاكلها بعد الأكل ستتحول 1,000,000,000% إلى دهون، والفواكه اللي تاكلها قبل ما تنام بالليل ستتحول إلى كوليسترول. إذا تريد وقت مناسب لتناول الفواكه فهو بعد الأكل بتقريبا 4 ساعات، ويحبذ أحبائي أنه أنت لا تأكل فواكه أصلا إلا إذا كان عندك توت بري، رمان، كيوي وما إلى ذلك، وإلا الفواكه كلها ما إلها ذيك الفائدة. مفيش الكلام ده، مفيش كلمة صح، مفيش حاجة أصلا اسمها تاكل فاكهة فهتضرب لك الكبد والبنكرياس. يعني أنا فاهم دي كلمة تخوف، بس بجد مفيش الكلام ده والله، دي حاجة ما بتحصلش أصلا. الأبحاث طويلة المدى بيظهر فيها إن تناول الفاكهة مرتبط بانخفاض الوزن مش زيادة الدهون أصلا. واللي هيطلع في الشاشة دلوقتي قدامك ده تحليل ضخم ل3 دراسات شملت أكتر من 100,000 شخص لمدة 24 سنة. وطبعا لقينا فيه ان زياده تناول الفاكهه ارتبط بنقصان الوزن مش بزيادته خالص. ولا مفيش اي دراسه بتقول ان توقيت تناول الفاكهه هيخليها تتحول لدهون اوتوماتيك كده. وتاني حاجه ان تحويل الكربوهيدرات لدهون ده بيحصل فقط في حالات معينه، زي انك تكون اكلت فائض كبير من السعرات مثلا، او مع تناول سكر مكرر بكميات كبيره جدا. يعني كلام مش مع فاكهه كامله من اللي مليانه الياف وميه دي خالص. الفواكه الكامله مش بترفع السكر بسرعه كبيره بسبب الالياف، بالتالي مش بتسبب اي حاجه من اللي هو قالها اصلا. الادعاءات دي ببساطه بتتجاهل الفرق بين الفاكهه الكامله والسكريات المعالجه. يعني الدراسات اللي بتربط الفركتوز واللي هو سكر الفاكهه بزياده الدهون بتكون بتتكلم عن المشروبات المحلاه او شراب الذره عالي الفركتوز. يلا بينا نشوف اللي بعده. بلاش ناكل جبنه على طماطم. أصدمك؟ بلاش اصلا أيوه. ليه يا دكتور؟ غلط. أولا الجبنة مع الطماطم، الجبنة الميزة اللي فيها إن هي فيها كالسيوم، احنا بناخدها كسورس اوف للكالسيوم بتاعنا في يومنا. صحيح. تمام. الطماطم فيها حمض بيمتص الكالسيوم ده، فبيخليني ما استفادش من الكالسيوم. انا عايز اقول لك بقى ان الاحماض الخفيفه اللي في الطماطم زي الستريك والماليك اسيد دي بتزود الامتصاص مش بتقلل امتصاص الكالسيوم. يعني ده غير ان الجبنه بيكون فيها بروتين ودهون ولاكتوز، ودي حاجات برضو بتحسن من امتصاص الكالسيوم، ما بتتاثرش بالطماطم. يعني احنا كده هناكل فاكهه وهناكل جبنه بالطماطم براحتنا. تمام. بصوا يا جماعه، هو في كارثه ومحدش اتكلم عليها، ولو سمحت ركز معايا كويس قوي لو انت خايف على صحتك وخايف على عيالك وحبايبك. في مكون واحد لو دخل جسمك بيدمر الامعاء على الهادي من غير ما تحس، ومش هو السكر ولا الزيوت المهدرجه ولا اللبن ولا الدقيق. المصيبه في ماده اسمها البولي سوربيت 80، وخليني اقول لك ليه دي اخطر ماده ممكن تدخلها في جسمك. بص يا سيدي الفاضل وركز معايا في الكلام ده كويس قوي، دي ماده اصلا العلماء بتستخدمها في المعامل علشان يسببوا التهابات في الامعاء بشكل متعمد. مش هزار، ماده معموله اصلا علشان تبوظ امعائك، وبدا يطلع عليها دراسات كتير جدا تحذر من الماده دي بس مؤخرا. طب يا دكتور الاقيها فين؟ يعني هي موجوده فين الماده دي؟ ممكن تلاقيها في الايس كريم وفي الشيبسي وفي الصلصه وفي الكريمه، حتى في اللبان موجوده. طب ليه هي اصلا خطر؟ ركز معايا بقى في الكلمتين دول، لان الماده دي هلع طبعا، هلع، حاله هلع. انا لو مش فاهم اي حاجه دلوقتي وانا بتفرج اكيد ههلع وهنهلع كلنا. بص يا محترم، بوليسوربيت 80 ده مستحلب غذائي موجود في الايس كريم وفي بعض الصلصات وفي بعض المنتجات بتاعه المخبوزات. كل ده حقيقي، بس كمان المستحضر ده معتمد من الاف دي اي والاي اف اس اي والدبليو اتش او كماده امنه ضمن الحدود المسموحه. طيب ايه حكايه ان العلماء بيستخدموها لاحداث التهاب في الامعاء؟ دي حاجة بتحصل فعلا في الأبحاث على الحيوانات بس وبجرعات ضخمة جدا. هنا العلماء في بعض الدراسات على الفئران بيستخدموا جرعات أعلى من الجرعات الغذائية، 100 إلى 1000 ضعف في بعض الدراسات. والكلام ده بشكل يومي مركز، وكل ده بيعملوه عشان يدرسوا تأثير المستحلبات دي على الميكروبيوم ويشوفوا هل ممكن تسبب فعلا التهابات في ظروف معينة ولا لا. لكن هنا مهم جدا ان احنا نفهم ان النتائج دي لا تنطبق على البشر ولا على الجرعات بتاعة الغذاء، ونفس الكلام في كل حاجة. يعني في قاعدة بتقولك ان الجرعة هي اللي بتعمل السم. يعني هل المية ممكن تقتل؟ على حسب. شرب كوباية مية مش هيقتل، ولكن لو شربت 10 لتر مية دلوقتي حالا هيجيلك تسمم مية. هو البنات بيبلغوا بدري ليه دلوقتي؟ بسبب الفراخ. الفرخة دي في 40 يوم بتبقى قد كده. ازاي؟ يعني اسالوا انتوا شوفوا بياكلوا ايه، كم الزيوت الذره والاكل بتاع الفراخ اللي يخليها، وكم الهرمونات والمضادات الحيويه اللي بتاخدها الذره، والذره المعدله وراثيا بتخلي الاوميجا 6 اضعاف الاضعاف
في الفراخ. طيب على فكرة في أبحاث اتعملت على موضوع البلوغ المبكر، بس مفيش أي ارتباط بين أكل الفراخ والبلوغ المبكر خالص. ده غير إن مفيش هرمونات في الدجاج التجاري أصلا، يعني ده شيء ممنوع عالميا. وسيبك من كل ده، أصلا تكلفة الهرمونات دي أغلى بكتير من تكلفة الدجاج. الفرخة فعلا بقى حجمها أكبر من زمان، يعني الفرخة فعلا حجمها بيتضاعف في 40 يوم والكلام ده، بس ده بسبب السلكتيف بريدنج اللي هو الانتخاب الانتقائي. دي مش حاجة بس معروفة، دي مشهورة، يعني أي حد ممكن ياخد الكلمة اللي أنا لسه قايلها دي سلكتيف بريدنج ويقعد يدور عليها ويقرا ويعرف الحقائق. مهم قوي اننا نعرف احنا بنتكلم عن ايه، ونعرف كل ابعاد الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، بدل ما نقع في نظريات مؤامره تدخلنا في حاله بارانويا احنا في غنى عنها خالص. انا محمد عادل وانا صيدلي، وده كان فيديو رياكت على شويه معلومات مغلوطه وشويه علم مزيف لا علاقه له بالصحه.